السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم جميعا. دي قناة تاكسي ومعاكم شيماء. هقول لكم النهارده في الفيديو على مجموعة البادي ميست والسبلاش اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي دي، اللي انا استخدمتها طول الفترة اللي فاتت. طبعا في حاجات كتير منها خلصت، فهقول لكم عن الحاجات اللي هي الأصل، ازاي تقدروا ان انتوا توفروها وتجيبوها بأسعار اقتصادية جدا، ويكون الريحة اللي فيها شبه الحاجات الأصلي بالظبط. ويلا بينا نشوف المجموعة دي. نتكلم على اول نوعين انا جبتهم، هما النوعين دول. عاوزه اقول لكم كده قبل ما ابدا ان انا غيرت وقت التصوير، دايما بختار وقت يكون هادي، مفيش اصوات بقى حواليا تطلع في الفيديو. فللاسف جيت اصور عبت كده وجالي شويه هبوط يعني، فما قدرتش ان انا اصور، فبصور في ميعاد تاني، والميعاد ده بيكون رخم جدا اللي هو اللي انا بصور فيه دلوقتي. فلو طلع صوت في النص اكيد مش هيكون لي عليه اي سيطره، هحاول بقدر الامكان ان انا اتفادى اي اصوات تطلع في الفيديو. فمعلش يعني ايه، نسامح بعض شويه لو لقيتوا شويه دوشه في الفيديو. ودول كانوا من فيكتوريا سيكريت، دول الاتنين الوحيدين اللي انا جبتهم كانوا نوع اصلي، وكمان جبتهم ساعتها كان في على ما افتكر عرض عليهم، لان انا جايباهم من مده كبيره جدا والاتنين خلصوا على فكره. جبت الاتنين بسعر واحد، هو كان عرض لمده اسبوع كده، وقتها كان تقريبا الواحد ب 250، فانا جبت تقريبا برضو الاتنين ب 250 او 300 جنيه، ده من مده كبيره جدا. وده كان عرض حلو قوي بالنسبه لاسعارهم. دلوقتي الاسعار بقت خزعبليه، فانا شايفه ان انا اوفر الفلوس اللي هدفعها في مجموعه بادي ميست هجيبها واحطها في ازازه برفان كده تكون حلوه وشيك وذوقي وانا حباها. دي بقت وجهه نظري في الموضوع بتاع البادي ميست، لاني بيصرف عليه فلوس كتير جدا، ولكن دي هتكون وجهات نظر ترجع لاي حد بيحب الحاجات دي. ممكن يدفع مبالغ كتير جدا في حاجات بسيطه زي دي. المهم انا هكلمكم على نوع الريحه، مش هكلمكم على البراند اللي هو منها، لان فيكتوريا سيكريت وباس اند بادي تقريبا، هو مش تقريبا، اكيد ان دول مقاطعه، فمحدش بيجيب منهم دلوقتي. الريحه دي طبعا هقول لكم على اذواقي كمان في الروايح، تعرفوا انا ذوقي ايه، عشان لو ذوقي شبه ذوقك فهتلاقي ان النتيجه ان شاء الله هتعجبك لو جبتي حاجه زي كده. بصوا، هو انا ما بحبش الحاجات هي الشجري، تحسي ان في بونبوني، حاجه مسكره، حاجه حلويات كده، لما تشميها تحسي ان انت عامله زي البونبونيه كده. البونبونيه دي حاجه جميله قوي، بس انا بتكلم على الريحه. طيب انا جبت دي مع انها شجري، بس مش شجري قوي، مش شجري تقيل، مش لما اشمها اكون منزعجه وما بحبهاش. سويتي لذيذه جميله فريش، تحس ان انت وانتي بتشميها ان انت منتعشه. فدي عجبتني ريحتها، وخصوصا ان ده مش برفان هجيبه، لان لو برفان عمري ما هجيب حاجه سويتي خالص صرف يعني. ريحتها لطيفه ان انت ترشي منها كل شويه، وحلوه قوي ومناسبه للصيف، لانها هتنعشك لما بتشميها، تحسي ان انت خدتي نفس حلو كده ومنعش. دي بقى حبيتها اكتر منها بكتير، ولكن لما كنت برشهم كان الثبات ما بيقعدش برضو، صدقوني مش اكتر من 4-5 ساعات بالكتير قوي. دي بقى حبيتها اكتر، الريحه بتاعتها منعشه، وفي نفس الوقت تحس انه فيها ايه، زي بودره الاطفال، بودره اطفال خفيفه شويه، مع ريحه ورد ساقع، ريحه زرع مندي، الاتنين داخلين مع بعض عاملين ميكس جميل جدا. فدي ريحتها حلوه وعجبتني قوي. فدي من الروايح اللي انا لما الاقي شبهها احب ان انا اجيبها في الصيف، لانها ريحه منعشه. تاني واحده بقى وهي اللي هي بتاعه انتو ذا نايت، اللي هو الشكل ده كتير منكم يعرفها، المفروض دي من بيس اند بادي وركس. دي بقى مش الاصلي، انت عايزه تجيبي الحاجه الاصلي فانا انصحك هاتيها في العروض، تجيبي 2 بسعر واحده لو انت مهتمه بالحاجه الاصلي. دي سمعت عنها اقاويل كتير انها حلوه، جبتها على السمع، للاسف مش انا اللي جبتها وقتها، اختي هي اللي جابتها لي، انا قلت لها على السمع يعني هاتيلي دي، فتمام جابتها لي. لان لو كنت انا اللي موجوده وشميتها بصراحه كنت هغير رايي وما كنتش هجيبها خالص. اول حاجه، في حاجات كتير بشمها اللي هي الريحه الاصلي ذات نفسها، فعشان كده لما بشم اللي هي الكوبي بتاعتها بعرف ان هي نفس الريحه. في كذا حاجه بصراحه شميتهم يعني مش كل. اول حاجه هي الشتويه جدا، تقيله، وفي نفس الوقت مش ذوقي خالص، وكانت طبعا حجمها كبير، الحجم بتاعها حوالي، الحجم بتاعها نقول تقريبا 250 مل. حلو في المستات بقى والسبلاش والكلام ده ان انت كل شويه بتقعدي ترشي، فده الحلو فيها يعني، عشان كده بقولك ما تدفعيش فيها فلوس كتير قوي. فزي ما قلت لكم الريحه دي انا بصراحه ما فضلتها، التركيبه بتاعتها مش ذوقي، حاسه انها سنه هتخش على الخليجي او هتخش على الحاجات الشرقيه،
شبه الحاجات دي شويه. اللي بيحب الروايح اللي شبه دي ممكن يحب دي جدا. ودي تقريبا كان سعرها 65 جنيه. شوف الريحه دي، في اوقات كتير بتلاقي بودي ميست او سبلاش من نفس البرفانات اللي انت بتكوني عارفاها. يعني دي بتاعه زارا، نفس الريحه بتاعه البرفان بتاع زارا، دي ريحتها خطيره. الفكره في الحاجات اللي زي كده ان انت بتكوني عارفه ازازه البرفان ريحتها عامله ازاي، فبينزلوا منه الحاجات اللي زي دي. فانت لو حابه النوعيه اللي زي دي تلاقيها متوفره كتير جدا في محلات الميك اب ومحلات السكين كير وبكميات كبيره جدا. وفي اوقات كتير اماكن بتنزل عليها عروض وخصومات حلوه قوي. الميست ده بتاعت باث اند بودي، دي الحجم الصغير، حلو قوي الاحجام الصغيره عشان هتكون حلوه معاكي جدا في الشنطه. دي بقى سمعت عنها من ناس بثق في ذوقها وفي رايها في البرفانات واختيارها للبرفان، واكتر من حد وصفوها وصف حلو جدا، فاتحمست وجبتها. وللاسف دي كانت تاني حاجه برضو مش انا اللي اخترتها ولا شميتها، برضو اختي كانت رايحه تجيب حاجات وشفتها في المحل موجوده، فقلت لها هاتيلي دي معاكي عشان عايزه اجربها. وحلو قوي انها كانت الحجم الصغير، ولكن معرفش هما وصفوها وصف عكس الريحه تماما تماما بجد. وكنت زهقانه منها قوي وعايزاها تخلص، وكانت ريحتها تقيله. دي بقى ريحه شرقي جدا، ريحه من روايح الخليج. انا فاكره ان انا كنت جايبه برفان زمان، كنت حابه الريحه بتاعته قوي، وكانت ريحه تقيله وقويه وشرقيه جدا. ومع الوقت ذوقي اتغير في البرفانات دي وما بقتش حباها. عاوزه اقول لكم انها نفس الريحه تيبيكال، هي بالظبط تقيله. فالاحسن في الروايح بجد مهما كان سمعتوا وصف، حتى لو انا بوصف لكم ريحه وانتوا في حاجه عجبتكم او ما عجبتوش، لو لقيتوا فرصه ان انتوا تشموها شموها قبل ما تشتروها، وخصوصا لو هتدفعوا مبلغ فيها كبير مش قليل، فالاحسن لا ان انتوا تشموا الحاجه دي. الا لا بقى لو انتوا واخدين الحاجه دي ثقه جامده قوي او انتوا عايزين تجربوا. السبلاش ده بتاع روز فانيلا، البرفان بتاع روز فانيلا نفس الفكره التانية اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بتاعت زارا. البرفان بتاع روز فانيلا كان حلو قوي لما شميته، دي قريبه منها بنسبه كبيره جدا. الريحه بجد جميله جدا، حبيتها قوي. برضو انا اصنف انها ريحه تكون شتوي اكتر من انها تكون صيفي، هي مش قويه قوي ومش تقيله قوي. وغالبا ثبات كل السبلاشات اللي انا قلت لكم عليها ما بتتعداش ال4 ساعات فعلا. من اسمها كده اللي هي روز فانيلا، فيها ريحه فانيليا، ريحه الفانيليا بس بسيطه قوي هاديه قوي، مع حته كده مسك، وبرده خفيفه جدا. الاتنين حلوين قوي مع بعض وهاديين جدا، عاملين كده غلاف كانه غلاف شوكولاته كده، لذيذ ناعم وخفيف. فالريحه حبيتها وحلوه. والروايح ما بتكونش منتشره على فكره وكل الناس تشمها، ممكن ده يحصل اول ما ترشيها بس، لكن بعد كده انتي اللي بتشميه. تقريبا جبتها مش فاكره بحاجه و30 ولا حاجه و40 جنيه، فالاسعار خطيره بصراحه. الميست ده والسبلاش ده برضو طبعا من شكله طبعا اكيد يعرفوا ان ده من باث اند بودي وركس، وزي ما قلت لكم اول اتنين هم اللي كانوا اصلي، الباقيين كلهم تقليد. اكتر ريحه حبيتها فيهم كلهم فظيعه، جميله جدا جدا جدا. الريحه وصفها بالظبط كأن حضرتك قاعده على البحر وبتشمي نسيم البحر وبتشمي هوا منعش، وفي نفس الوقت كنت لسه واخده شاور حلو قوي كده، بشاور ريحته نظيفه جدا مع الهواء الساقع اللي جاي فيكي، فانت شامه ريحه نظافه متحركه. الريحه فظيعه. زائد شويه كأنك برضو في ريحه ورد خفيفه. اكتر روايح بحبها هي روايح دي، الريحه الفريش النظيفه اللي فيها ورود. انا بحب روايح الورود جدا، وخصوصا لما بتكون معموله صح. انا بحب الريحه دي قوي، ده ذوقي دلوقتي في البرفانات والروايح دي. انا من كتر ما انا حباها فاضل فيها شويه صغيرين قوي تحت، نفسي والله مش عايزه اخلصهم لاني نفسي الاقي واحده شبهها، وسعرها نفس الاسعار اللي موجوده. الاسعار ما بتعديش يا جماعه ال65. انا كنت على طول الاول كنت بجيب اللي هو السبراي، لكن من ساعه ما طلعوا البادي ميست والسبلاش غطى على موضوع السبريهات دي بقالهم فتره كبيره جدا. لسه بس محتفظه بالازازه دي لان شكلها حلو وعجبني. دي بقى لو في منها ميست او سبلاش او برفان حتى اعتقد انه هيكون معايا، بس المختلف فيها ان دي بتطير بسرعه قوي وبتخلص بسرعه قوي، رغم ان حجمها كبير حوالي 250 مللي 270 كمان، بتخلص بسرعه جدا وبتطير بسرعه جدا، وبتبقى على فكره اسعارها اغلى من التانيين بكتير. دي بقى ريحتها بودره اطفال نظيفه، بودره اطفال عليها شويه ورود. لما تشميها وتحطيها انت واحده منتعشه وفريش ونظيفه كانك لسه مستحميه،
وانتي مش واخده شاور ولا حاجه، هي بالظبط دي نفس ريحتك وانتي رشه الحاجات دي. على اخر حاجه وهو النوع اللي زي ده، بصوا الريحه دي، بصوا الشكل بتاعها على فكره، دي فيها جليتر من جوه، وفي نفس الوقت ريحته حلوه وريحته جميله قوي. هيبقى حلو قوي لما تحطيه مع مخمريه، وكمان لو يكون من نفس الريحه هيديكي ريحه فظيعه زائد لمعه على الجسم حلوه جدا بجد. عايزه اوريكم بس ايه شكلها كده، احاول اقرب. بصوا بصوا بقى لما تمسحيها بجد هتبقى تحفه خطيره، وفي نفس الوقت هتديكي لمعه حلوه جدا، وسعرها والله ما كانش غالي خالص. الصغيره دي بحوالي 25 او 30 جنيه، والكبيره ب 45 جنيه. في نوع بقى عايزه اكلمكم عنه بس هو للاسف مش موجود معايا، وللاسف مبقاش موجود في الشركه، وللاسف ان ده اكتر يا ربي بادي ميست جبته قعد معايا يوم كامل ما كنتش مصدقه نفسي، من شركه ماي واي بريحه الفانيليا. دي الريحه الوحيده اللي انا جربتها منه وما جبتش غيرها، جبت منها كذا واحده واختي كمان جابت منها. الريحه كانت خطيره يا جماعه جدا حلوه، وانا ما اعرفش ما بقوش يعملوا الحاجات الحلوه دي تاني ليه بجد. حتى لو غلوا سعرها شويه المشكله برضه هتبقى ارخص من الحاجات اللي بره، وكانت سعرها قصدي كانت ريحتها خطيره حلوه قوي، وزي ما قلت لكم ثباتها ما كنتش مصدقه ثبات ان ده سبلاش او ميست بصراحه يعني. وفكره الاسعار اتمنى ان انا اكون فدتك فيها، لو انت عايزه تجيبي حاجات زي الاصل بالظبط وفي نفس الوقت تكون ريحتها حلوه، وفي الاول وفي الاخر هم مش هيثبتوا كتير يا جماعه عشان تدفعوا دم قلبكم في حاجات زي دي. ان شاء الله يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم واستفدتوا منه، واقول لكم مع الف سلامه.